السلام عليكم، معكم قناة تحليلاتكم. زي ما انتم شفتوا يا جماعة وشايفين صورة الغلاف، تدخل عنيف جدا، أقل ما يقال عليه أن تدخل عنيف، أقوى تدخل في تاريخ كرة القدم في العالم. يعني تدخل للإيذاء، مش للعب الكرة، للإيذاء. وخاصة في مثل كان بيقول لك إيه، ادي الخبز لخبازه ولو كان نصه. تمام، ده المثل ينطبق على اللاعب أو الباك رايت بتاع موناكو الفرنسي. انت راجل باك رايت مدافع، ايه اللي دخلك منطقة الجزاء واللي دخلك انك انت تعمل هجمة؟ او النتيجة كانت كارثية. تدخل عنيف وقوي زي ما انتم شايفين في الغلاف، واوريكم دلوقتي الصورة كاملة والفيديو كامل. تدخل عنيف على حارس باريس سان جيرمان دوناروما بقصد الإصابة والإيذاء. والغريب والأغرب من ده كله رد فعل الحكم بتاع المباراة دي في الدقيقة 14 الدقيقة 16 لسه في بداية المباراة، يعني المفروض تكون حازم وحاسم علشان المباراة ما تفلتش منك. تدخل عنيف كده، إيذاء، ضرب بدون كورة. ده ضرب بدون كورة، محدش يقول لي هو داخل يلعب على الكورة. ده تهور يؤدي إلى الحياة، إلى الوفاة أصلا. يعني ممكن دوناروما لا قدر الله كان يجيله ارتجاج في المخ أو كسر في الجمجمة، الراجل ممكن يموت فيها، ممكن يبلع لسانه من الاصطدام الشديد، اصطدام عنيف. الراجل الباك رايت اللي هو زينكو ده، باك رايت موناكو الفرنسي، داخل عليه ببطن الاسترزات بتاعت الفوتبول، وعلى طول فاضت فوقيه الراجل الحارس دوناروما تحتيه كده بأقصى عزمه طبعا، ووشه وبطن القدم أو الفوتبول بالاسترزات خدت طبعا وش دوناروما. الراجل في لحظة كده الدم بقى ايه، يعني شلالات، يعني إصابة كانت خطيرة جدا. أنا بصراحة قلت اللاعب ده هيموت، الراجل ده هيجيله ارتجاج في المخ أو أيا كان، هيبلع لسانه من شدة الضربة يا جماعة. الأغرب طبعا زي ما قلنا الحكم بتاع المباراة ما اداش غير كارت أصفر. تخيلوا الضرب والإيذاء ده والإيلام طبعا والتعدي على الخصم بالشكل ده. في مثل زمان برضو كنا بنقوله، بيقول لك لا تصاحب العبيط ولا تخلي العبيط يصاحبك. ده المثل ينطبق على المباراة دي، لا تلعب مع العبيط ولا تخلي العبيط يلعب معاك. يعني زينكو ده لاعب موناكو، ده عبيط، المفروض ما تلعبش معاه ولا تخليه يلعب معاك. الله يخرب بيت اللعب على اللي يلعبوه على اليوم اللي لعبت فيه معاك يا شيخ. ده رد فعل طبعا حارس دوناروما، حارس باريس سان جيرمان دوناروما. انتم من وجهة نظركم يا جماعة ايه العقوبة المناسبة اللي يستحقها طبعا الباك رايت بتاع موناكو اللي هو زينكو؟ الحكم اكتفى بطاقة صفراء، والحمد لله ان المباراة انتهت بفوز باريس سان جيرمان بأربع أهداف مقابل هدفين، حاليا متصدر. في ناس طبعا سابت تعليقاتها قالت لك ايه، ده يستحق ان هو ايقاف 10 سنوات، وفي واحد قال لك ايه يستحق 10 مباريات مع قطع طبعا رجله او بتر القدم بتاعته. في واحد ايه قال له سجن صدنايا، المفروض هو الاجدر بيه ومستني في انتظار، يعني ايه يروح يتسجن في سجن صدنايا. واحد قال لك محضر ومش عارف ايه. المهم يا جماعه عقوبه كانت هزليه وتدخل عنيف وقوي، اقل ما يقال عليه ان هو داخل بقصد الايذاء مش لعب كرة القدم. وانت راجل مدافع، ايه اللي وداك انت ناحية الهجوم وناحية منطقة الجزاء؟ انت راجل خليك انت ورا، دافع براحتك، طلع اوتات، طلع ركنيات، لكن مالكش صالح انت بالاختصاصات بتاعت مهاجم. المهاجم عايز حتة سنس وعارف هو يعمل ايه. ممكن تلاقي المهاجم طبعا بالفطرة اول ما يقرب من الحارس وليه الحارس تحتيه فجأة كده تلاقيه فط من فوق أو اتقلب كده من فوقيه، أهم حاجة ما يأذيش بالشكل. لكن أنت راجل مدافع مالكش غير في الكحت والردم زي ما بيقولوا. إيه اللي دخلك منطقة الهجوم؟ أنا بصراحة توقعت المباراة دي إن أقل ما يقال إن الراجل ده يتم طرده مباشرة في المباراة مع إيقاف مثلا 3-4 مباريات، بحد أقل 3-4 مباريات يتوقف من الدوري الفرنسي. ولكن الحكم اكتفى قال ببطاقة صفراء. ده يا جماعة باختصار طبعا أقوى تدخل في العالم وأقوى ضربة. بصراحة أنا شفت منظر دوناروما سايح في دمه كده ووشه كده متبهدل، بصراحة اتنرفزت جدا وحبيت أشارككم وأشوف توقعاتكم طبعا للعقوبة المستحقة لزينكو لاعب موناكو الفرنسي. طبعا يا جماعة الفيديو مش هعرف أعرضه ليكم علشان حقوق الضربة والنشر زي ما انتم عارفين، ولكن زي ما انتم شفتوا في المباراة وزي ما انتم شايفين في صورة الغلاف بتاعت الفيديو، نفس التدخل ونفس القوة ونفس الإصابة اللي في وجه دوناروما. ما تنسوش الدعم المجاني، الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل إشعار. السلام عليكم.